تتلقى نفس الضربات الموجعة وتنال الشهادة في سبيل الوطن. المرأة المصرية على مر التاريخ كانت شريكا أساسيا للرجل في كل الثورات، ففي ثورة عام 1919 شاركت المرأة في المظاهرات والإضرابات وسقطت أول شهيدة، وكانت من حي الجمالية وتدعى السيدة حميدة خليل، وكان استشهادها محركا لسيدات مصر. ففي 16 من مارس خرجت أول مظاهرة نسائية مكونة من 300 سيدة تقودهن هدى شعراوي، وطفن بالقنصليات والسفارات الأجنبية ببيان احتجاج على بقاء الاحتلال البريطاني لمصر. وقد أدى ذلك إلى اعتراف المجتمع بدورهن، إلى حد أن سعد زغلول باشا بعد عودته من المنفى قال في أول خطاب له: فلتصيحوا جميعا تحيا السيدة المصرية. وعندما وقعت أحداث عام 1946 شاركت المرأة في المظاهرات، وفي فبراير من عام 1951 قادت درية شفيق مظاهرة برفقة 1500 امرأة اقتحمت بها مقر مجلس النواب المصري. وبعد أسبوع من المظاهرة عرض على المجلس قانون ينص على منح المرأة المصرية حق الانتخاب والترشيح للبرلمان، كما قامت بإعداد فرقة شبه عسكرية من النساء المصريات للمقاومة ضد وحدات الجيش البريطاني في قناة السويس. ومع قيام ثورة عام 1952 دخلت البلاد في مرحلة جديدة، ثم جاء تأميم القناة والعدوان الثلاثي على مصر، ولعبت المرأة دورا وطنيا في المقاومة. وبعد فترة كمون طويلة عادت المرأة المصرية للتواجد في المظاهرات مرة أخرى في ثورة يناير، فكانت حاضرة بكل فئاتها العمرية والطبقية والأيديولوجية في الميدان، غير آبهة بالأذى المتوقع والمحتمل في كل لحظة، حتى إن حشودا كبيرة من النساء نزلن إلى شارع محمد محمود لتكوين درع بشرية لحماية الشباب في الاشتباكات الدامية الأخيرة. ولم تقتصر مشاركة المرأة على حشد الجمهور للتظاهر والتواجد فحسب، بل بادرت إلى الانخراط والمبيت في الخيام للمشاركة في قيادة التحرك، وظهرت تشارك في كتابة اللافتات الدعائية وحملها، ولم تترفع عن تأدية المهام النمطية التي لا غنى عنها من رعاية الأطفال في الخيام وتحضير الطعام للمعتصمين. وقد تسببت الاعتداءات الأخيرة على بعض الفتيات في مظاهرات مجلس الوزراء إلى إشعال غضب النساء، مما جعلهن يخرجن في مظاهرات تنديد حاشدة لفتت انتباه وسائل الإعلام في العالم كله. طب ما يلا انا جاي. مساء الخير واهلا وسهلا بكم في استوديو CBC مصر تنتخب، وجمعة جديدة ومليونية جديدة او مليونيتين